انا بعمل كل حاجة كانت امي الله يرحمها بتعملها. دي الخميرة البيرة، عليها حبة سكر وعليها حبة مية دافيين. حطيت الحتة في الخميرة وعليها حبة سكر وحبة مية دافيين عشان انا هعمل عيش. انا هعمل عيش. ده دقيق بلدي، دقيق قمح، الدقيق بتاع القمح بلدي مش فينو، لا ده دقيق بلدي. ده دقيق بلدي قمح طلع منه الردة، طلع منه النخالة بتاع القمح. دي الردة اللي بنشوي بها السمك واللي نخبز بها العيش. خليكم معايا كده. انا حطيت دقيق الخلطة اللي هو دقيق القمح البلدي. الامهات هي اللي تعرف الحاجات اللي انا بقول عليها دي. دي دقيق خلطة اللي هو دقيق بلدي، عليه دقيق فينو، حبة فينو، حبة فينو. يعني مش هعمله خلطة بس، هحط عليه حبة فينو. عملت دقيق بلدي، انا ما بعملش بالمقدار، انا بعمل كده بالميزانية كده بالنظر. حبة بلدي اللي هي بتاع القمح، على حبة فينو، على حبة ذرة، عشان يطلع معاكي مش مجلد، يطلع معاكي العيش كده مفرول في بقك مش مجلد. احط له حبة دقيق ذرة، ده دقيق ذرة. يبقى انا حطيت الاول دقيق قمح اللي هو البلدي، اللي بالبلدي كده بنقول عليه الخلطة. بعد كده بحط له حبة فينو، وبعد كده بحط له ايه، حبة ذرة، عشان يطلع معاكي اللقمة كده مفرولة ببقك مش مجلدة، ما يشدش منك. ده حبة ذرة. الدقيق، شوفوا انا بنخل ليه الدقيق عشان كده بيطلع منه حاجات كده. والرد بيطلع منه حاجات كده، وده عشان المنخل اهو بيطلع الحاجات الخشنة من دقيق الذرة. دلوقتي هجيب الصينية بتاعتي اللي هحط عليها العيش واحط الرد عشان ما تبقاش كتيرة. اعملها كده، احط الردة، اعملها كده عشان ما تبقاش كتيرة على تحت العين. اعملها كده، شايفين اهو يا بنات. جبت الردة اعملها كده عشان ما تبقاش كتيرة معايا اهي كده على الصينية اللي هحط عليها العيش. هنخل الدقيق اللي انا هبطط بيه، ده انت بتنخليه عشان تضمني النظافة بتاعته، عشان تشوفي طلع منه حاجة ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان العجين يبقى فيه بركة، عشان العجين يبقى تشهدي عليه وتشهدي كم مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا العجين بتاعي انا مدفية مية. عايزة اقول لكم على حاجة، وانا كنت دايما فاكراها وانا صغيرة مع امي، كل ما تيجي تعجن وتيجي تحط الخميرة تحط على وشها. انا فاكراها وانا صغيره، وانا في الابتدائي فاكراها، مش بنساها. وانا عشان كده بقول لكم انا ما بنساش حاجه امي تعملها، الله يرحمها يا رب ويغفر لها. كانت كل ما تيجي تعجن اقول لها ليه يا مام تحط تحط الخميره على وشها، وتخليني احطها على وشي، وتخليني احطها. اقول لها ليه؟ تقول لي عشان تبقى حلوه، عشان تبقي حلوة. وأنا فاكراها فعلا، لسه فاكراها لغاية دلوقتي، عشان تبقي حلوة. تحطها ماسك على وشها وتقولي عشان تبقي حلوة، وأنا لسه فاكراها. وعمري ما هنسى حاجة كانت أمي بتعملها، عمري. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله. تخلي العجينة دي عشان انا بعملها على المكنة تخليها يابسة، ما تخليهاش طرية، تخليها يابسة. بسم الله الرحمن الرحيم. بتحطي الحبة الفينو عشان الدقيق الخلطة بيبقى غامق شوية، ما بيبقى زي الفينو، بيبقى غامق شوية. تسلكي الدقيق كده منك من الطبق، تسلكي كده الدقيق. العيش البط ده جميل يا بنات، جميل. الأمهات اللي زي كده هم اللي عارفين جميل. تيجي كده بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بخلي العجينة يابسة يا بنات عشان المكنة، لأن احنا بنعمل على المكنة، بنعمل العيش ده على المكنة. بص معايا كده خطوة بخطوة وأنا بوريكم، بس بالله عليكم تدعولي إن ربنا يشفيني ويرحم أمي. أنا فعلا الماسك بتاع الوش ده أنا كنت دايما أحطه على وشي زي أمي، كنت دايما أحطه على وشي زي أمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اشهد لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. ما يبقى طري مني، بص لو طري تحط حبه دقيق، لا انا لسه اهو لفيت الدقيق بالميه. هجيب الخميره بتاعتي، هجيب الخميره بتاعتي عشان قبل ما اطري هجيب الخميره بتاعتي برضو، عشان ايه ابقى ماسكه العجينه في ايدي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لو احتجت انا بقى ميه احط ميه براحتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اشهد لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد لا اله الا الله، اشهد محمد رسول الله، اشهد لا اله الا الله، اشهد محمد. معلومه، لو احنا في الحر او في الصيف نحط ميه من الحنفيه، لو احنا في الحر نحط ميه من الحنفيه، لو احنا في الشتاء بندفي الميه، بندفي الميه بتاع العجين. تلت تعجين العجين حلو قوي. انا عامله لكم كميه صغيره عشان البنوتات الصغيره اللي تتعلم، بس ما اظنش ان البنات دلوقتي مهتميه بالعيش ده، ما اظنش ان البنات دلوقتي مهتميه بالعيش ده. تعجني كويس قوي، ما تخليش العجينه طريه منك عشان المكنه بتبقى عايزه العجينه الجامده شويه، ما تطرش العجينه قوي، تبقى عايزه العيش يابس. تنتك عجيني بقى لغايه ما ايدك تسيب من العجين خالص وتدي لها حقها في العجن. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وبعدين كمان كنت بسمع أمي تقول كلام كتير، مش عارفة إيه الصبية والعجينة تملى مش عارفة إيه معرفش. كنت بسمع امي تقول حاجات كتير، يا عجين الفلاحة مش عارفة ايه كده معرفش، ويا عجين الصبية مش عارفة برضه اكمل، لان دي فعلا مش عارفة. افتكر ان هي كانت دايما تشهد او اشهد لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. هكمل معاكم العجن عشان ما اطولش عليكم. عايزة اعمل بايدي الاتنين يا بنات، بس طبعا اللي بتاعها تروح وتيجي معايا. انا كنت بمسك لها كده وهي بتعجن اهي، كنت امسك لها كده الحل اللي بتاع اللي بتعجن فيها كده. تشطيه بقى من الكبيرة، تنتك تعجني. طبعا احنا كبرنا في السن يا بنات، ما احناش لسه صغيرين. تخليكي تعجني لما ايدك تسيب منها العجين خالص. اشهد لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. ما تلاقي العجينه نضفت معاكي كده والطبق نضف معاكي كده، تغطي عليها بقى، تغطي عليها لما تخمر وبعدين تطلعي تخبزي.
زيت، عشان حبة زيت عشان الكيس ما يشبطش عليها. وحاجة تقيلة، وحاجة تقيلة عشان لما تخمر، وغطيها بحاجة تقيلة. تغطيها بقى كده وتدفي العجين، وتدفي العجين عشان يخمر. استني بقى اما يخمر وبعدين الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. العجينة خمرت اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقرص بقى، هنطلع نخبز. هنحط الدقيق كده، نقرص كده، نحط الدقيق، ونحط على الرد، على الرد بعده كده، نخليه بعيد في مسافة كده عشان ما يلزقش في بعض. بصوا كده انا قرصت قطعت العجينة اهوت، وهطلع بقى عند الفرن. في واحد كبير، في واحد كبير، ممكن يكون في واحد كبير عشان اعمله ببيض زي ما كانت امي بتعملهولي. واحد ببيض، واحد بسمنة وسكر، واحد ببيض وواحد بسمنة وسكر. كيس كده عشان وش العجين ما يقشرش، وغطيه عشان ما ينشفش منك ويعمل قشرة كده. لا، غطي بكيس عشان يفضل طري كده وما يقشرش منك. تيجي تعملي الردة، يا رب استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، عشان ما تاخدش كتير تعملي، عشان ما تحطيش كتير تعملها كده، تعملها كده. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. يا رب يا رب الستر من عندك يا رب. استغفر الله العظيم، 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 استغفر الله العظيم. يا رب فردي كده عشان ما يلزقش منك، فردي كده عشان لسه هيرتاح، لسه العجين هيرتاح ويفرد اكتر من كده، فانتي فردي عشان ما يلزقش منك. قطعي كده، خلي القطع صغيرة مش كبيرة قوي. فردي عشان لسه هيرتفع، لسه العجينة هترتفع منك، فانت تفردي التقريصة من بعضها. فردي كده عشان ما يلزقش في بعض. يا رب استرها معانا يا رب، يا رب استرها معانا. بصوا كل يومين، كل يومين كده اعمل صينية كده تبقى خفيفة كده، ايه، صبحة. كل يوم اعمل، كل يومين كده، كل يومين ثلاثة، مش كل يوم، مش كل يوم. الصحة فين؟ الصحة فين يا بنات؟ الصحة راحت، الصحة راحت يا بنات. أنا كنت وأنا لسه صغيرة كنت بخبز على نفسي، كنت بخبز على نفسي. الوقت الصحة بقى، كبرنا يا بنات، كبرنا كده. هعمل العجين كده، واسيبه بقى ايه يرتفع شوية. هتبص تلاقي الرغيف حجمه زاد. اما يرتفع يا بنات هتلاقي الرغيف حجمه زاد، حجمه زاد عن ما انا كنت عاملاه. وسعي كده، وسعي، وسعي اهو، وسعي كده عشان ما يلزقش منك، عشان ما يمسكش منك.
كانت امي عشان تضحك علينا كانت تعمل لنا ايه؟ كانوا بيقولوا ابابير. ابابير إيه، سمنه وسكر. امي وحماتي واحنا صغيرين روحي عشان اعمل لك ايه؟ ابابير سمنه وسكر. ودي بقى البيتزا بتاعت زمان اللي هم كانوا بيعملوها دي. البيتزا بتاعت زمان يعملوا القبور كده ويبططوه ويسووه شويه في الفرن ويعملوه في بيض وسمنه بلدي. بيض وسمنه بلدي. كانوا بيضحكوا علينا زمان. الابابير دي زي البيتزا الايام دي كده. غطي بقى عشان العجين ما يقشفش منك. بسم الله الرحمن الرحيم. قرصنا العجين. قرصنا العجين اهو. الصلاة على النبي. ربنا يزيد ويبارك. بسم الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالليل احنا بالليل نلبس بالليل. اللي عاملها سمنه وسكر. القبور اعمله سمنه وسكر. ليه بقى انا هعمل القبور سمنه وسكر؟ انا عملت بالبيض المره اللي فاتت. هعمل بقى سمنه وسكر. سمنه سمنه اهي عشان انا ماسكه التليفون بايدي. مش عارفه اوريكم. ماسكه التليفون بايدي. القبور التاني اهو. تاني هحطهم في الفرن تاني. دي اللي كنت امي بتعمله زمان. سمنه وسكر وتحطه في الفرن تاني. شوف الفرن مكان السمنه. العيش الناشف اهو. العيش الطري اهو. احطه كده واغطيه عشان يفضل طري. وانا والعيش بتاعي ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. شوف الشقه. شوف الشقه طول ايه. شوف الشقه طول ايه. شايفين العيش بتاعي. بسم الله ما شاء الله. العيش الطري. العيش الطري اهو. احنا بنعمل العيش بقى الطري ده. العيش الطري اهو حاطه لوحده. ونقوم جايبين عليه السريز ده. شايفين السريز؟ نحطه عليه كده عشان يفضل طري. نحط عليه السريز كده عشان يفضل طري ونغطيه كده يفضل طري.